السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا رب تكونوا كويسين. في البداية نصلي على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. ولو أول مرة بتشوف قناة فيد واستفيد مع أم بودي بيشرفني اشتراك حضرتك وتفعيل الجرس يوصلك كل ما هو جديد. هنتابع مع بعض النهاردة أسعار السمك في سوق باب عمر باشا بمحطة مصر باسكندرية عند جمعية أليكس ماركت عند الحاج خميس. صباح الخير يا حاج، اخبارك ايه؟ عامل ايه يا باشا؟ الحمد لله تمام والله. ايه الحلويات النهارده؟ حلويات والمصحف. شغل عالي جدا. شغل عادي. الحمد لله حظنا حلو النهارده. الحمد لله. وكل يوم طبعا الشغل العالي كله عند حضرتك. بسم الله ما شاء الله، الفرشه كل يوم بتتغير. في من النهارده بقى نسيدي وفي مرجان حلو وفي بقى احمر بلدي، في جمبري وصبيط، في كابوريا، في صافوليا كبيره بسم الله ما شاء الله. صافوليا كبيره جوده نظيفه. تمام ماشي. كل ده. وفي مكرونه يا جماعه برضو في الشغل موزه. وفي سردين كبير انا شايفاه بسم الله ما شاء الله. انا محتاره بسم الله ما شاء الله على الشغل عند حضرتك النهارده. ما شاء الله. تمام هنتابع معاك النهارده الاسعار ورقم التليفون ونتكلم على التوصيل تاني. معلش تمام يلا بينا يا جماعه. يفرش كمان عم خميس في الشغل بسم الله ما شاء الله. احنا لسه بدري جدا، حبيت ان انا اجي بدري عشان الاقي التشكيله الحلوه دي عنده. تشكيله كل يوم بتبقى موجوده بس بتتغير على حسب رزق الله. كل يوم برزقه. تمام. وفي خاصة الشهر اللي احنا فيه ده تمام، بس هنتحسن بقى الشهرين الجايين دول باذن الله ان شاء الله. سمك الكيسه دي بتاعت مين؟ معاكم 160 160 تمام، 150 160 180 و200 جنيه و200. ناس كتير سالتني قالت لي هو ليه ما بيجيبش ازاز كبير؟ اساسا ماسك ساعه، خاصة الايام دي 600 و500 كيلو. الكيلو. تمام. والاحمر؟ اللحمه من جيبه. كان عندي احمر خشبه اول امبارح. بس هي مشكله الاحمر معانا مثلا في الزبون ان هو هيقول لك ده صغير على كبير. ايوه، في زبون بقى بتتعود على على النوعيات. على النوعيه دي. اه والاغلبيه تقول الصراحه ده بلدي، ده مجمد، ده كده. لا هو المجمد مش وحش. ايوه المجمد مش وحش. فيعني هو طبعا لما يكون الدرجه بتاعته حلوه بتبقى كويسه. تمام. زي ما احنا شفنا انواع الجمبري عنده بالاحجامه، شفنا الاسعار، شفنا الفيديو النهارده عرفنا اسعار الجمبري والسمك. الناس هتقولي الاسعار غاليه يا ام بودي، ولكن والله لا بايدي ولا بايده ولا بايد اي حد. عم ناخد كلمه منه اخيره عم حاج خميس في الاخر خالص عشان احنا معطلين نفسنا. هنقوله امتى السمك يهدى؟ امتى السمك يغلى؟ يغلى ايه؟ لا ايه يغلى؟ كفايه غليان. ده حاجه بتاعت ربنا. يعني ما ينفعش تدينا. لا مش بايدي ولا بايد حد. ده بايدك ولا بايد اي حد؟ لا ربنا المستعان. وبلاش السمك بتاعي ده عشان واحد بيبقى مزاج. طبعا مزاج. مثلا 150 160، في ناس بتزود حسب الكميه وحسب كم مركب في الحلقه النهارده داخله وجايبه ايه. كل ده احنا عارفينه. تمام. فاحنا ما ينفعش ان احنا ناكد سعر او نقول الدنيا هتهدى الدنيا هتعلى لا قدر الله. انا ما اشتريتش غير اللي بيشتري. يعني انا مثلا ما اشتريتش غير اللي بيشتري عند المعلم. وبعدين في ساعات يبقى صياد ماشي مرضي وساعات يبقى ماشي مش مرضي كده، حسب الجو وحسب ربنا يهدي يا رب الجميع وكله يمشي مرضي ان شاء الله يا رب، ومحدش يكون زعلان خالص. تمام. الحاج خميس زي ما قلنا بيشتغل من الساعه 8 الصبح. من الساعه 8 فرش. بس هو الاساسي 9. الاساسي 9 عشان الساعه 8 يا جماعه بيبقى الشغل عنده جمله بس. لسه من الصبح بتاع الناس. لسه الشغل جمله عشان بيفتح هنا برضو شغل جمله برضو بيدي للناس زي ما انتوا شفتوا. فالدنيا بتبقى يعني ايه. هقول لك حاجه كمان ويظهر ان اغلبيه الزبائن بتاخد اسعار جمله. لا فعلا والله العظيم بجد بتاخد اسعار جمله. ان شاء الله باذن الله. انت قلت لي في رمضان هتعمل حاجه اسمها ايه، اي زبون هيجي لك مثلا يقول لك انا عايز مثلا هعمل وجبات في مائده رحمن. بعمل وجبات. هتعمل وجبات؟ ما بعمل مائده رحمن. ايوه بعمل. تمام. يعني اي حد عايز يجهز اي مائده رحمن يجي لحضرتك. ايوه عندنا بنعملوها. تمام بنجهزه للزباين. بيجي مثلا قبل المغرب بساعه ولا ساعه الا ربع ياخدها ويتوكل على الله. تجهيز للزباين، تجهيز مائده رحمن. مائده رحمن. ايوه ما انا واخد بالي. يعني صح كده وصلت معايا. تمام كده الله ينور. قبل المغرب بساعتين. قبل المغرب بساعه بساعتين حسب المكان اللي هو رايح له، بيجي يحمل ويتوكل على الله. الله ينور عليك ويفرجها عليك ويجعله في ميزان حسنات حضرتك. الله يخليك يا رب. متشكرين جدا ليك. كل سنه وانت طيب. يا عم شادي. لا انت تسلم عليهم هنا. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه والله، وادعوا لنا بالتسعيد كده يا رب، وادعوا من ربنا اللي يكون دخل رمضان دي دخل خير علينا. امين يا رب. امين. ويرخص الشاي والسكر. والزيت والسكر والرز. مش هنمشي النهارده احنا كده. كل سنه وانت طيب يا حاج خميس. ربنا يخليك يا رب. متشكره جدا. الله يخليك يا رب.
الله يخليك، خلاعب عليك. طب ما تقولش الكلمه دي. زي ما قلت لكم النهارده الفيديو كان حلو جدا، مش هنقفل معاكم على طول. مكاننا فين؟ سوق باب عمر باشا بمحطه مصر باسكندريه عند الجمعيه اهو زي ما انتم شايفين. واقول لكم في اخر الفيديو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. المهم كملوا معانا الفيديو للاخر عشان تتابعوا معانا الاسعار اليوميه، وهنشوف مع بعض الشغل النهارده هيكون عامل ازاي في وكاله الحضراء باسكندريه. السلام عليكم الاول. السلام ورحمة الله. الله يكرمك. الحمد طيب لله. بالنسبه للبرتقال البرتقال من 3 جنيه ونص ل 6 ونص. 6 ونص السوبر. السوبر زي ده. السوبر هو ده. تمام. لسه فنجي قليل جدا في السوق. ما خلاص بيشطب، كل سنة وأنت طيبة. ما لحقش السنة لا دي. السفند لا لحق. الموسم بتاعه بيبتدي من شهر 11 لغاية دلوقتي، هو كده يعتبر كده. هو السنة دي المحصول خفيف. المخزون السنه دي خفيف شويه. خفيف تمام. طيب ايه اللي عند حضرتك تاني مثلا؟ في فراولة. طب ممكن تورانا؟ تعالى شوف الفراوله. فراوله بس اللي عندك بسم الله ما شاء الله سوبر. دي ستيفانو. ستيفانو دي عاملة 15 جنيه. الكيلو 15 جنيه. احنا بنتكلم معلش في اسعار جمله. جملة. تمام، يعني اللي يدخل هنا يشتري بالجمله. ايوه بالجملة. تمام. المكان هنا مفتوح لاي حد مش شرط تجار بس. لا طبيعي، اي حد اي كميه. هي العبوه زي ما هي كده بتتوزن. تمام. وزن البوكس قد ايه او قد هي ايه؟ 10 11 كيلو. 10 11 كيلو. تمام. في تجار بتتكلم كتير تقول لك الاسعار دي مش حقيقيه، ده بيقولوا لكم اي كلام عشان الناس تيجي يعني. لا حقيقيه. حقيقيه 100%. تمام. ايه يعني احنا نقول مثلا الفاكهه. الموسم الفراوله الايام اللي جايه طبيعي السعر زايد عشان الجو ساقع، فالفراوله مربوطه زي ما بقول بالساعه. بس اول ما الجو يحرر الدنيا الاسعار كويسه باذن الله. تنزل. تمام. ايه ليه فصل الشتاء الفاكهه بتبقى محدوده شويه بحيث ان هي ساعه عشان الجمع بتاعه ما بيبقاش كتير، زي الفراوله زي الطماطم زي الخضار ده كله عوامل جويه بس مش اكتر. مش اكتر. اما كبيع والشراء ده عرض وطلب. لا عرض الطلب على حسب طبعا ماشي. متشكره جدا لحضرتك. امرك يا فندم. اقعد اجيب لك شاي. شكرا. التفاح بكام النهارده؟ ده ب 24. جملته 24 جنيه. ها 24 جملته. ده تفاح جاي منين ده؟ تفاح من ايه؟ لبنان واخد بالك من جميع ما هو انواع التفاح كتيره انواع. لبناني وايه؟ لبناني وايه تاني؟ لبنان واخد بالك وامريكاني وسوري وتركي وتركي وايطالي. ماشي. الله يسهل لك الحال يا حاج. طيب احنا زي ما انتم شايفين احنا لسه في وكاله الحضره. هي طبعا الفاكهه مش ياما قوي السنه دي. تمام. الموسم محدود شويه. معانا الكيوي. استنى. ده 10 كيلو 250 جنيه بيتباع بالوزنه طبعا، ولكن بره بيتباع بالحبايه. تمام. بس احنا بنتكلم في الشغل السوبر. الشغل السوبر ده سوبر كل ده عشان الناس بس ممكن برضو ايه تقول لك ليه السعر عالي ده بره دي ب 2 جنيه بره. بالظبط كده. تمام. والتفاح يا حاج؟ التفاح. نعم. التفاح التفاح ده ب 22 واللي هناك ب 24. ب 24. اللبناني ب 24. ده ايطالي ولا اوروبي؟ هولندي. لكن البلدي بتاعنا لسه شويه عليه. لسه بدري شويه عليه. لا مفيش بلد. تمام. الحاجه دي مثلا سعر التفاح مش هينزل شويه؟ نعم. سعر التفاح مش هينزل شويه ولا عشان الاستيراد للاسف؟ لا باستيراد بس عشان غالي في الدولار وكده فبيبقى هو ده اللي معلي السعر. هو اللي بيطلع. نعم. شكرا لحضرتك يا استاذ. شكرا جدا. برضو مش في وكاله الحضره هتلاقوا برضو فاكهه بس. البلح برضو يا حاج كل سنه وحضرتك طيب. طيبة. اخبارك ايه؟ الحمد لله نعمة. وده كل سنة وانت طيبة والعالم الإسلامي كله بخير يا رب كده. امين يا رب. اللهم امين. شايفه عندك انت مختلف شويه عن التجار برضو بخلاف الفاكهه طبعا عند حضرتك في شويه البلح. ايوه. البلح اللي عند حضرتك نوع ايه؟ لا ده بلح بتاع اللي هو بتاع رمضان والصيام. وريهولنا بقى. بصوا بس درجات برضو حاجه. درجات. تمام. بصوا يعني ده ب 25. ده ب 25 جنيه الكيلو. احنا بنتكلم في جمله. ها يعني الشوال مش الكيلو. وده ب 25 برضه. صباح النور. ازي حضرتك؟ وده بنبيعه ب 30 ده. 30 جنيه. في عندك هنا. تعالوا استنى نشوف البلح كمان عشان تشوفوا اسعاره. التجار اللي عايزه تتاجر في البلح فين؟ اللي حاطين عليه بره 60 جنيه ده، بص ده هنا ب 35 اهو.
ما هو انت بتتكلم في شوال بكام؟ بالكيلو بيتباع بالكيلو. ما هو اتباع بره ب 60 جنيه. انا بتكلم في ده ب 35. 35 جنيه بره، للاسف التجار حاطين عليه 60 جنيه جمله. بس هنا طبعا عند حضرتك يا حاج لازم نوضح الحته دي، الشوال على بعض اهو مرقوم اهو 60 جنيه، 60 كيلو واحد. 60 كيلو 59 كيلو. كل شوال. كل شوال 66 جاي موزون. تمام، اي حد ياخد عادي. عادي طب يا جماعه، الناس اللي عايزه تعمل شنط رمضان وحابه ان هي توفر، جيب كرتونه زيت، كرتونه بتاع. الحاج هنا بيتعامل معاكم زي عادي. خد الشوال ده وقسم على الغلابه. الناس اللي حابه تعمل شنط رمضان ما تعتمدش على حد. فكره حلوه جدا لحضرتك يا حاج، بخلاف طبعا الفك. وانت طيب ان شاء الله نجيلك بقى في المانجا ان شاء الله قريب. تشرفينا. الله يخليك، وانا عنينا ليكي يعني. ربنا يخليك يا حاج. ديكي شجره مانجا. ماشي هنشوف. شكرا يا حاج. الناس عايزه رقم تليفون حضرتك؟ قول. 010 681 تمام 5100 تمام. اتصل بحضرتك اي حد عايز. اي حد، بس مفيش توصيل يا جماعه هنا. هم بياخدوا. تعالى هنا مفيش في توصيل. لا هم ياخدوا. تعالوا هنا يا جماعه، شيلوا اللي انتوا عايزينه والحاج هيكرم. تحت امر حضرتك يا حاج. كل سنه طيبين. حضرتك طيب. يقدرنا ربنا كده نعمل واجب معاهم ان شاء الله باذن الله، يجعله في ميزان حسناتك باذن الرحمن. يعلم ربنا دي بقى، يعلم ربنا بقى بيعمل ايه. عارفه يا حاج من غير ما تقول والله. الله يكرمك. الله يقويك يا رب. ربنا يكرمك. الله شكرا حضرتك. يخليك. من اول 10 جنيه لغايه 13 جنيه جمله جمله. جمله، احنا بنوضح كلمه جمله مش قطاعي. مش قطاعي، بس احنا بنتكلم في ده السوبر يا حاج الكبير. سوبر. ما هو النهارده كل بياع على حد وضع بتاعته المنطقه بتاعته. في واحد بياخد ابو 13، في واحد بياخد ابو 10. بس احنا مش متعودين على السفنجي بالاسعار دي، انه يتحط عليه 12 جنيه السنه بره. دي خفيف شويه. خفيف المحصول بتاعه السنه دي خفيف شويه. فعلا، احنا ملاحظين كده جامد. كمان بيودع خلاص. بيودع بالظبط كده. تمام. يعني ايه اللي ظاهر معانا جديد طالع؟ جوافه مثلا، ولا بتبقى شايل جوافه ولا؟ موجوده معانا كتسريج، موجوده معانا الجوافه. لكن طبعا ده في كانتالوب طالع جاي، الكانتالوب جاي، الخوخ، الحاجات اللي جايه جديد. الخوخ جاي يا جماعه. طب الكانتالوب دي بشاير بكام؟ ماسك من 10 جنيه ل 13 جنيه. من 10 جنيه ل 13 جنيه. تمام، احنا بنتكلم في جمله. تمام. اللي شغال معانا في الموسم بس دلوقتي ده مش الصحراوي بتاعنا اللي بيجي من هنا، ده جاي من الصعيد. من الصعيد. ايه اللي بيبقى احلى؟ الارض بس الصعيد رمله برضه. الصعيد ارض الطمي احلى من طمي. ايوه لا مؤاخذه، صح، طمي، سوري معلش. احلى من ارض الرمله. طمي يا جماعه بيبقى احلى من ارض الرمله. تمام، احنا بناخد منكم معلومات جامده جدا على فكره. لا ربنا يخليك. كمان البيع هنا لاي حد، مش شرط تجار بس. لا اي بياع عايز واي حد يا جماعه أي حد يدخل. جاي من بره. اي حد بياع تاجر، اللي هم مش الناس شرط. الاكيله زبائن بتخش هنا عايزه مثلا طرد واحد بندوها عادي، ما بقولهاش لا. تمام، والمعامله واحده لاي حد. لا ما تفرقش المعامله. متشكره جدا لذوق حضرتك. ربنا شكرا يخليك. يا فندم، شكرا. مكمله معاكم الجوله معاكم في وكاله الحضره. زي ما انتم شايفين الوكاله مش كتير قوي. طبعا في الموز، شارع الموز الناحيه الثانيه، فما ادراكم بالموز طبعا يعني، فده العشق الممنوع عندي. فهنكمل مع بعض. استنوا كده هنشوف عربيه البرتقال. كل سنه حضرتك الصحة والسلامة. الله يخليك. البرتقال عامل كام النهارده؟ مش كله، في البرتقال من اول 4 جنيه لحد 6 جنيه. نوضح بس ان دي اسعار جمله مش قطاعي. ايه؟ دي اسعار جمله مش قطاعي. تمام. اللي بيفرق بس الحجم ولا النوعيه؟ مش كله، النوعية في الطري وفي الناشفة بتجيب فلوس. ليه؟ لأن بيطلع عند البائع بيقعد عنده ياما. يقدر ان هو يحافظ عليها اكتر. تمام، الله ينور. تمام، بس السفندي قليل جدا معانا. ليه؟ السفندي قليل جدا معانا. لأن السواد خلاص كل سنة وانت طيبة، بيعتبر في آخر الموسم يعني، قدام منه بالكتير خالص أسبوع ولا 10 أيام وشط. اسبوع 10 ايام ويشطب خلاص. تمام، لكن البرتقال قاعد معانا شويه. لا الفرفان قاعد معانا شويه لحد شهر 4. لغايه شهر 4. تمام، الله يبشرك بالخير يا حبيبي. اللهم شكرا آمين. لحضرتك. شكرا جدا.